ممكن تبقى موقف نفسك انك مش راضي تبدأ حاجة عشان انت عمرك ما هتبدأها غير لما تتأكد انها تطلع معاك بيرفكت، مثالية. وساعات كتير بنبقى عطلانين في حتة في حياتنا لان احنا مش عايزين نتخطاها غير لما هي تبقى مثالية. بس هو غالبا مفيش حاجة مثالية لان احنا في الدنيا. خليني احكي لكم حكاية. جابوا مجموعتين من الاشخاص. المجموعة الاولى طلبوا منهم ان هم ما يصوروش غير صورة واحدة بس، والصورة دي تكون as perfect as possible. وطلبوا من المجموعة التانية ان هم يصوروا اكبر كمية من الصور من غير اي شروط تانية، بس يصوروا اكبر كمية من الصور. تتوقعوا كده اكتر صورة perfect طلعت من انهي جروب؟ الجروب بتاع الكمية مش بتاع الجودة. والله زي ما بقولك كده، علشان التكرار بيعلم الشطار. اوعى تكون قلت الحمار. الفكرة كلها ان بس يا سلطان، الفكرة كلها انه التكرار خلى الناس اللي في جروب الكمية من غير ما يحسوا بيتدربوا وبيتطوروا يوم عن يوم. ففي الاخر طلعوا صور بجودة اعلى بكتير من الجروب اللي ما فيش اي حاجة عملها غير انه يركز انه يطلع صورة واحدة بيرفكت. فلو انت لسه مكسل تبدأ، ابدأ، لان انت عمرك ما هتبقى بيرفكت في حاجة غير لما تبقى بيرفكت فيها. ازاي وانت لسه ما تعرفش عنها حاجة؟ make it make sense يا جدعان. تقبلك انك في الاول هتبقى good enough، وتقبلك انك في النص هتبقى good enough، وتقبلك لفكرة الجود enough في حد ذاتها هيوصلك من غير ما تحس للبرفكت. فاهميني؟